مأساة كتعيشها عائلة الحمزاوي من نهار مات ولدهم ياسين اللي تغدر برصاصة غادرة قدام باب دارهم، وآخر كلمة قالها هي ماما قبل ما يفارق الحياة بين يديها. ياسين الحمزاوي تزاد سنة 1995 في مدينة سلا. من ولات عنده 4 سنين وبالضبط في 1998 غادي تهاجر العائلة ديالو لأمريكا، استقروا في ولاية فلوريدا. ياسين كان هو المولود الأول عند والديه، وكانت الأم ديالو ولدته فاش كان في عمرها 15 سنة، وبسبب داك السن الصغير أو فريق السن اللي كان بيناتهم فكانت كتعتبره صديق وابن وأخ، ونضجات وهي كتكبرو. فاش سال ياسين الثانوي ديالو غادي يخدم في شركة فيديكس للتوصيلات. كان عزيز عليه الصيد، وكل مرة فاش ما كيكونش خدام ولا نهاية الأسبوع كان كيهز الصنارة ديالو وكيمشي جنب البحر يصيد. ياسين كان مولوع بكرة السلة بحكم أنه طويل، كان دائما تيمارسها وكانت من الهوايات المفضلة ديالو. جل الصداقات اللي عنده هما من أصول أمريكية ولا من أصول إسبانية، ما كانش عنده أصدقاء عرب ولا مغاربة. كان عزيز عليه أنه يعاون الأم ديالو في الدار، كيعاونها على خوته الصغار لأنه هو البكر وكان متقرب منهم، كانت بيناتهم واحد العلاقة اللي زوينة بزاف. بخلاصة ياسين كان إنسان ظريف داخل سوق راسو، كيبغي عائلته وتا صحابو اللي كان معاهم كانوا ناس بعاد على المشاكل. كان عنده 2 كلاب باقي غنعاود لكم على التأثير ديال الوفاة ديالو عليهم. هذه هي حياة ياسين الحمزاوي اللي غادي نعاودوا القضية ديالو واللي لقات إجحاف كبير من الشرطة الأمريكية نهار 15 يوليوز 2017. هذا هو نهار الحادث اللي غادي توفى فيه ياسين الحمزاوي. في الصباح فاق عادي كما عودت الأم ديالو، مشى للكراج وجلس كيصايب البيكالا ديالو، وكان وحده الكليبات ديالو اللي مربي. دخلت عنده وطلبت منه أنه يجي يفطر معاها، ولكن قال لها ما بغيتش كليت السيريال برك عليا، بغيتك غير تصايبي لينا التقليه. ومع هو ما كيهضرش الدارجه مزيان، فقالها بواحد الطريقه اللي خلات الام ديالها تضحك وقالت ليه هي اللي ما تعاودش. وفي ذاك النهار نيت من بعد ما تغدى بديك التقليه اللي صايبت ليه ماماه، غادي يهز دوك الصرابع اللي عندهم في الدار وصبنهم كاملين بحسب تصريح الام ديالو. ذاك النهار صبنهم ليها كاملين. وفي العشيه مع ديك 6 غادي يجبد واحد المفارقات كانوا عندهم مخبيهم من 4 يوليوز، يعني 4 في الشهر 7 كيحتفلوا الامريكان بعيد الاستقلال ديالهم. بقى مخبيهم حتى لذاك النهار، وفاش كان طاح الظلام غادي يفرقعهم في السما. الام ديالو تخلعات وخرجت عنده قالت ليش داكشي كدير، عندك تاذي راسك؟ وقال لها بصريح العباره ياك ماما حنا مسلمين، ايوا راه عادي الا كتب لينا نموتوا بالقرطاس ولا بالمفرقعات راه غنموتوا به. بقات كتضحك وعادي دخلات خلاته قدام باب الدار. من بعد غادي يلحق عليها ياسين للدار حتى لديك 8 ديال الليل، وغادي يدق عليه شي ناس غيخرج عندهم. الام ديال ياسين كيصحاب ليها بلي راه صحابو. من بعد غادي تسمع صوت القرطاس، غادي تخرج وكانت اخر كلمه غينطق بها ياسين هي ماما. خرجت الام ديالو كتجري مخلوعه ولقاتو غارق في دمعياته، كان مضروب في ظهره الجهه ديال القلب. شدات ولدها وقالت كما قالت هي بقى كيبرد لها بين يديها تمات. بقات كتغوت ما عرفت ما دير. خرج الاب ديالو، كانت اختو مازال خرج على برا، عيطات عليها جات دخلت نيشان، واخا حبسها البوليس في الاول صحاب لهم شي حد غيهجم عليهم. دخلات الاب ديالو طاح، الاخت ديالو طاحت، جاو لومبيلونس داوهم، خوتو الصغار دخلوهم لداخل. مهم كانت تراجيديا قدام باب دار ياسين الحمزاوي. غادي يجيو البوليس غادي يديوه للسبيطار، ولكن غادي يموت متاثر بالجروح ديالو. الام ديالو واخا كانت مصدومه وحاله الانهيار غادي تبقى متماسكه، لان كاع عائلتها لا من راجلها لا من الابنه ديالها لا من وليداتها الصغار تاثروا بشكل كبير، حتى واحد فيهم ما قدر يقاوم الصدمه ديال فراق ياسين. غادي تجي الشرطه، وكان التعامل ديالها قاصح بزاف مع عائله الحمزاوي، لانهم في ديك الليله غادي يخرجوهم كاملين من الدار، ما خلوا فيه حتى واحد، وقالوا لهم بما ان الدار بسميت ياسين فمن حقنا اننا نخرجوكم تديروا التفتيش. خلاتهم الام بقاو كيفتشوا الدار
كاملة ما لقاو حتى شي حاجة. شافوا السجل العدلي ديال ياسين الحمزاوي القوانقي وبداو الابحاث ديالهم. اول حاجة غادي يديروها انهم قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة ديال الدار وديال الجيران اللي حدا دار ياسين الحمزاوي. فاش غادي يشوفوهم غادي يلقاو بلي جات سيارة قدام باب ياسين من بعد ما صونات وخرج عندهم ياسين. الكاميرا ما قدرتش تشد وجوه ديال دوك المجرمين اللي داروا ديك الحالة في ياسين من غير انها قدرت انها تشد الماتريكول ديال الطوموبيل. هذا هو الشيء الوحيد اللي قدروا انهم يشوفوه. وايضا ان ياسين اللي كان شد الكاميرا كان يتضارب مع هادوك وكان تجرح في يديه بسبب انه ضرب واحد فيهم اللي كانوا جالسين في الطوموبيل. من بعد ما خداو داك التسجيلات ديال الكاميرات المراقبه، الام ديال ياسين طلبت من الراجل ديالها ووليداتها الصغار انهم يمشيو بحالاتهم، يعني يطلعوا للبيت يجلسوا فيه، وهي اللي غتكلف كل شيء مع الشرطه. هي اللي بقات معاهم، بقاو كيسولوها واش كيعرف شي حد واش كيتعاطى الممنوعات. قالت لهم انا ولدي انسان نقي ما عنده حتى شي مشكل مع شي حد. هاد الحي اصلا اللي ساكن فيه هما حي اكثريه فيه متقاعدين، يعني قليل فيه الدراري الشباب، وكان هو اصلا داخل سوق راسو وما كانش كيجبد الصداع مع حتى شي واحد. من بعد فاش سالاو الشرطه مع هاد التحقيق غادي يطلبوا منها انها ما تهضرش مع الصحافه. قالوا لها احنا مازال في بدايه التحقيق، ولا مشيتي هضرتي مع الصحافه غادي دير بلبله وغادي تخسر لينا التحقيق. داكشي علاش بقات ساكته ورفضات ان تهضر مع حتى شي واحد. مع الصحافه كيجيو عندها حتى لباب الدار وما كتبغيش تهضر معاهم. بالنسبه للجنازه، على حسب التصريح ديال الام ديال ياسين، فكان حضر ليها بزاف ديال المغاربه، بزاف ديال المسلمين، بزاف ديال العرب، وحتى الاصدقاء ديالو تقريبا 35 صديق من الناس اللي كيعرفهم جاو عنده، كلهم من اصول امريكيه. من بعد فاش سالا داك الجنازه اللي تكلف بها غير واحد الامام، داك الامام باكستاني كان امام في واحد الجامع حداهم، هو اللي قال ليها انت غير تكلفي بعائلتك اللي دابا في حاله صدمه ومع الشرطه اللي كيبقاو يحققوا معاك، انا غنتكلف بالجنازه. وكانوا وقفوا معها شي مغاربه قلال. اتصلت الجنازه كل واحد مشى بحالاته، يعني من بعد ما لقات حتى شي تضامن معها فقط القضيه ديال الوفاه ديال الابن ديالها. الشرطة انطلاقا من ذاك الماتريكول ديال الطوموبيل اللي كان مسجل في ولاية كارولاينا الجنوبية، لأن كارولاينا فيها الشمالية والجنوبية، فنسقات مع الشرطة ديال كارولاينا باش يقلبوا على هذا المشتبه فيهم. وغادي تقدر الشرطة ديال كارولاينا الجنوبية أنها تعتقل 3 ديال الأشخاص. هاد 3 الأشخاص من ذوي البشرة السوداء هما اللي كانوا مولين الطوموبيله. غادي تسلمهم لولاية فلوريدا وغادي يبداو التحقيق معهم. هما 3، واحد فيهم اللي اعترف انه طلق 8 ديال الرصاصات ديك الليله، ولكن ما اعترفش بانه تيرا في ياسين. فاش سولتهم الشرطه واش عندكم شي علاقه مع ياسين، واش كتعاملوا معاه، واش كان تيبيع لكم الممنوعات، قالوا لي اصلا ما كناش كنعرفوا، اول مره غنعرفوا. وشكون عطاكم نمرته، قالوا لي واحد السيد خدام في الاوتيل فلان فلاني. هاد السيد هذا هو صديق ياسين، الصديق ديالو والجار ديالو، صديق ديالو من سنوات، وهو كان من اصول اسبانيه. كانت كتعتبر الام ديال ياسين باللي هو دريويش وكان داخل سوق راسو، وما توقعتش انه بسببه غادي تقتل الابن ديالها. فاش مشات الشرطه وجابته استجوباته قال لهم انا عطيت لهم النمره غير بالضحك. هو داك الاوتيل فاش كان خدام دوك 3 جاو تما جلسوا فيه، وفاش كانوا محتاجين الممنوعات غادي يسولوا الصديق ديال ياسين، قالوا ليه واش ما كتعرفش شي واحد اللي بيعهم لينا، وهو بالضحك عطاهم النمره ديال ياسين. قال لهم هذا تيبيع الممنوعات، وهو واخا كان عارف بلي ياسين ما عمرو بعد داكشي ما عمرو تعاطى ليه، هو كان واخدها بالضحك. من بعد فاش عطاهم النمره ديال ياسين غادي يصيفطوا ليه ميساج نهار الجمعه. ياسين ما تسوقش وما جاوبهمش، وهو اصلا ما كانش عارف النمره داكشي علاش تجاهل الميساج. ونهار السبت داك النهار فاش غادي يموت غادي يصيفطوا ليه الميساج في الصباح، ولكن ما جاوبهمش. وفي الليل غادي يجيو عنده يدقوا عليه، هو خرجوا عنده. فاش قال لهم شنو بغيتو شكون نتوما، غايقول لي راه صيفطنا فلان فلان وبغينا نشريو من عندك الممنوعات. قال لهم هذاك اللي صيفطكم راه صيفطكم للحبس النيشان، انا راه ما تنبيعش الممنوعات وما عنديش مع داك الشيء وما عمرني تعاطيت ليه. غادي بداو يتجاهدوا بالهضره، ومن بعد غادي يهجموا عليه
وغادي يدافع ياسين على راسو. فاش طلعوا الطوموبيل غادي يضرب واحد فيهم من الزاج وغادي يجرح ليه وجهه. فاش ضربهم غادي يتم داخل باش يعيط على البوليس وغادي يغدروه بقرطاسه في ظهره نيشان في الجهه ديال القلب. تما طاح وكانت اخر كلمه قالها هي ماما وبالغوات. هاد الصديق هذا قالوا ليه البوليس علاش درتي هاد الشيء هذا، قال لهم انا درتها بالضحك حيت كنت عارف بلي ياسين انسان شديد وغادي يعطيهم علاش يدورو، ولكن ما عرفش بلي بسببه غادي يفقد ياسين الحياه ديالو. التحقيق بقى مستمر مع الثلاثه هادو، وفي المحاكمه ما غاديش يتشدوا لانهم طلق السراح ديالهم لعدم كفايه الادله، لان اداه الجريمه او الفردي باش تقتل ياسين لاحوا هذوك الثلاثه ما عارفين يغبروه، وبسبب ان ما عندهم حتى شي دليل على ثلاثه ديال المجرمين، وحتى الكاميرا ما شداتش ليهم وجههم من غير الماتريكول ديال الطوموبيل. بسبب هادشي كامل القضيه ديال ياسين غادي تولي ولا غادي ترجع كولد كيس، لان ما فات حتى شي حاجه جديده، والام ولا العائله كامله ديال ياسين غادي تعاني بسبب هذا الشيء هذا. اولا الحيف ديال القضاء، ماشي حتى القضاء، الشرطه، لانها متهاونه في التحقيق، وتصيدات الام ديال ياسين لانهم فاش طلبوا منها ما تهضرش مع الصحافه خلات ان هذه القضيه هذه ما تعرفش عند بزاف ديال الناس، لا من الجاليه المغربيه تما لا من الراي العام الامريكي، لانهم فاش خبروها باش ما تهضرش مع الصحافه ما كانتش هي عارفه باللي عادي جدا تهضر معاهم. وهذا الشيء هما داروه باش انهم يتجنبوا الضغط ديال وسائل الاعلام وديال الراي العام الامريكي. بقات القضيه هكا، ياسين ما خداش حقه، الام هي اللي بقات واقفه صامده، لان الاب من بعد الوفاه ديال الابن ديالو بديك الطريقه غادي يتصاب مرض القلب وغادي يبقى يعاني. وبسبب هذا الشيء هذا الزوجه ديالو اللي هي الام ديال ياسين الحمزاوي اللي سميتها امينه الحمزاوي رفضت انه يدخل في هذه المعمعه لان الصحه ديالو ما تسمحش ليه. الاخت ديال ياسين بسبب داكشي اللي طرا لخوها غادي تبدل التخصص، كانت كتقرا باش تولي من رجال الاطفاء، ولكن غتبدلو وغادي تولي تقرا على ما عرفت واش الشرطه العلميه واش علم الاجرام، ولكن فاش هبطات للتيران ما قدرتش تستحمل داك يعني فاش كتشوف الجثات ما كملاتش داكشي وحبسات. العائله ديال ياسين تقلبات حياتها، خوتو الصغار كانت يديروا اي حاجه، لدرجه الام ديالو قالت ان اي حاجه بسيطه تيبغيو يديروا تيقول لها نديروا على وديتي ياسين. اما بالنسبه للكلاب اللي كان مربي ياسين الحمزاوي فمن بعد الوفاه ديالو مباشره غيتاثروا بجوج، لدرجه انهم ما بقاوش قادين يتمشاو وكانوا صافي وصلوا لدرجه ديال الاكتئاب اللي خلاتهم جالسين في الارض. الام ديال ياسين هي اللي كانت كتوكلهم. الكلب ديالو الاول مات من بعد شهر ديال الوفاه ديالو، اما الكلب الثاني فمات من بعد شهرين. من بعد شهرين ديال المعاناة وأنهم ما قدروش يتمشاو بسبب الصدمة ديال فقدان ياسين، هاد المجرمين تطلق السراح ديالهم عايشين حياتهم عادي، ولكن العائلة ديال ياسين توقفات حياتهم على داك الحادث لأنهم بغاو حق ولدهم مازال ما خداوش. الأم كتصارع هذه 6 سنين مازال كتصارع، ما عندهاش الإمكانيات خاصة باش تفتح تاني هاد القضية هذه، خاصة الإمكانيات. العام اللي فات دارت لايف مع واحد الجمعيه تما مكلفين بها المغاربه، وعدوها انهم يجمعوا ليها الفلوس باش دير محقق خاص. هذا المحقق خاص اللي غادي يتكلم بالقضيه ويعاود يحلها باش ان المجرمين ياخذوا الجزاء ديالهم والروح ديال ياسين ترتاح في قبرها. العائله ديالو حتى هي ترتاح لانها عانت بزاف من هذا الشيء هذا. وخد 6 سنين عاد فقط الأم بأن الرأي العام عنده دور كبير في نجاح أو في حل أي قضية، وبسبب هذا التحرك ديالها إعلاميا قدر أن بزاف ديال الجالية المغربية يسيقوا الخبر لهذه القضية هذه، وبغات حق ماشي غير حق ولدها وحق بزاف المغاربة اللي تقتلوا في أمريكا وما خداوش المجرمين الجزاء ديالهم. وهنا كتسالي القضية ديالنا. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.